أهلا بيكم. شاهد الفيديو مشهور يستغل القاصرات. تعرف على مستغل القاصرات في جدة، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو هنشوفها دلوقتي للمشهور اليمني الجنسية هتان، البالغ من العمر 18 عام. ويظهر من خلال المقاطع المتداولة أنه يستغل القاصرات، حيث يدشن النشطاء عبر مواقع التواصل تويتر واسم مشهور يستغل القاصرات، مطالبين بمعاقبته وترحيله إلى بلده. ورصد مقطع فيديو للشاب اليمني هاتان وهو يقوم باستغلال فتاة قاصر ترتدي حجاب ويتحرش بها ويقوم بتقبيلها، موثقا جريمته بكاميرا هاتفه. وقد تفاعل المغردون مع الوسم بغضب شديد، مطالبين من السلطات السعودية بالقبض على الشاب الذي فعل هذه الفعلة الشنيعة. وحسب ما ورد في موقع تويتر وتداوله المغردون، فإن المشهور الذي يستغل القاصرات هو شاب يمني الجنسية يعيش في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ويدعى هاتان ويبلغ عمر هاتان الذي قام باستغلال الفتيات 18 عام، ويتابعه 60 ألف متابع. وقد كتب على البايو في تيك توك: شخص متواضع يحب الجميع. وهو مشهور على تطبيق التيك توك الشهير، يقوم بنشر فيديوهات يجر فيها الفتيات إلى أفعال مشينة. وقد طلب المتفاعلون مع الوسم ضرورة ذكر اسمه كاملا والتشهير به، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه بمثل هذه الأفعال التي تأنف النفس البشرية عنها ويحرمها الدين ويعاقب عليها القانون، وينفر منها المجتمع بكامل طوائفه وأديانه ومعتقداته. كما قاموا بالتشهير بصورته كاتبين عليها جميع بياناته، بالإضافة لرقم الجوال الخاص به. وقد غرد أحد المتابعين وقال: أتمنى أن أسمع أنه تم القبض عليه، لأنه يستغل القاصرات ويصورهم. ويعد هذا التطبيق مشكلة وكله مسخرة وقلة حياء. وللأسف وين أهلها البنات الصغار ليش ما يراقبونهم؟ إن شاء الله نسمع يلغون هذا التطبيق عن قريب. بينما علق آخر وقال: يا رب أسمع خبر تم القبض عليه، لأن الصراحة ما عنده أخلاق ولا دين ويستغل القاصرات بطريقة محرمة شرعا. ويا رب الخبر يوصل للسلطات المحلية وأرجو التعامل معه. وشوف، نشر هاتان قبل قليل فيديو هنشوفه بعد فيديو وهو يقبل الفتاة، وهو عبارة عن فيديو وهو يحمل المصحف ويقوم بتلاوة القرآن. بينما ذكر البعض أنه من الممكن أن يكون خوفا من العقوبات بعد الهاشتاج الذي طالب فيه السعوديين بالقبض عليه وهو في حسابه. دلوقتي نشوف فيديوهات